يا مرحبا بكم طلابنا، طلاب الصف السادس العلمي، مستمرين إن شاء الله أنا وياكم وتقديم محاضرات الفصل الأول. اليوم إيش راح ناخذ؟ اليوم إن شاء الله بالمحاضرة رقم 4 راح أنا وياك نكمل مسائل الحرارة. مسائل بسيطة ما عندنا بها مشكلة، ثبتنا أساس بالمحاضرة رقم 3، واليوم إن شاء الله أنا وياك نكمل باقي تفاصيل المسائل مال الحرارة. فانتبه لي، اليوم أنا وياك نريد نحل حل مال أساتذة بحيث ما أخطأ بأي معلومة، أرتب أموري وشلون أقدر أسيطر على أموري وين بالوزاري. فانتبه لهنا وخلي بالك وياي وخلي نقول يا الله ونبلش. بسم الله. اجاني هذا السؤال، أنا هسه وين قاعد؟ بالوزاري أو قاعد بالمدرسة. اجاني هذا السؤال، إيش قال؟ قال إذا تم رفع درجة حرارة، إذا تم رفع درجة حرارة 34 غرام. شنو معنات 34 غرام؟ هذا الرقم شنو؟ هي الوحدة مالته شنو؟ وحدة غرام. إذن هذا شنو؟ هذا كتلة. إذن M تساوي 34 غرام. تمام. من الإيثانول من 25 إلى 79. من هي الابتدائية من النهائية؟ وذن الاثنين انسيليزي. بالك وياي. ذهب علي من المنزل إلى المدرسة. وين كان علي ببدايته؟ كان بالمنزل. السابقة كلمة المنزل سابقتها كلمة من. إلى المدرسة، وين علي هسه حاليا صفى بيه الوقت؟ بالمدرسة. سابقتها الإلى. إذن وين النهاية؟ النهاية نهاية علي بالضبط كانت بالمدرسة. إذن هذا النهائي وهذا الابتدائي. فكلمة من تسبق من؟ تسبق الابتدائي، والنهائي من هو اللي تسبقها؟ تسبقها إلى. فبالتالي تقدر هاي المعلومة ترتب أمرك بيها، وبالتالي ما تخطأ من هو الابتدائي ومن هو النهائي. فقال إذا تم رفع درجة حرارة 34 غرام من الإيثانول من 25 درجة سيليزية. إذن هذا من هو؟ هذا تي إنيشيال. إذن تي إنيشيال إيش قد تساوي؟ 25 درجة سيليزية. إلى 79 تي فاينل تساوي 79 درجة سيليزية. وذول اثنينهم مش أقدر أحسب منهم، ذول اثنينهم بالضبط أقدر أحسب منهم دلتا تي. ذول الاثنين أقدر أحسب منهم دلتا تي. احسب كمية الحرارة، احسب كمية الحرارة. فهنا من هو اللي مجهول عندي؟ بالضبط اللي مجهول عندي هو كمية الحرارة. كيو حاليا ايش بيها؟ مجهولة. إذا علمت إن الحرارة النوعية، إذا علمت إن الحرارة النوعية ايش قد؟ إذن زيتا تساوي، إذا علمت إن الحرارة النوعية للإيثانول تساوي 2.44 جول على غرام في سيليزي. إذن زيتا تساوي 2.44 جول على غرام في سيليزي. أول خطوة، هذا السؤال شي يخص الحرارة. شلون عرفته؟ بزيتا. تمام. ثاني خطوة، من هو المجهول عندك؟ المجهول عندك كيو. زين. ثالث خطوة، بيا قانون نحل. انت هسه اختار لي قانون، اريد الكيو. مطيني زيتا ومطيني ام ومطيني تي فاينل وتي انيشيال. يا قانون نحل بيه؟ القانون اللي راح احل بيه هو قانون الصمت. اذن الحل اول ما ابلش يا قانون راح اختاره قانون الصمت. زيتا في ام في دلتا تي. استاذ عباس ايش قال لي؟ اذا تحل مسائل الحرارة اول ما تشيك دلتا تي. اذا كانت جاهزة فانت بالامان، طبق القانون بالمباشر. اذا كانت ما جاهزة روح احسبها. استاذ شلون اعرفها جاهزة؟ اذا قال لي تغيرت بمقدار هاي جاهزة. اذا قال لي انخفضت بمقدار جاهزة بالسالب، ارتفعت بمقدار جاهزة بالموجب. قال لي من الى روح احسبها. واضح. فاول ما اجي هسه شو اسوي؟ اول ما اجي احسب الدلتا تي. دلتا تي تساوي تي فاينل ناقص تي انيشيال، وتساوي من هي النهائية اللي هي الإلى اللي هي ايش قد؟ 79 صح؟ 79 ناقص التي انيشيال 25 وتساوي
نجي أنا وياك بس نطرحهن. 79 ناقص 25. 9 ناقص 5 4. 7 ناقص 2 5. ايش قد تساوي؟ 50 54. شنو الوحدة؟ سيليزي. وهاي اللي طلعت عندي شنو هو؟ هاي اللي طلعت عندي الدلتا تي. راح أجهزها وما عندي بيها أي مشكلة. ايش راح هسه أسوي؟ راح أختار القانون مالتي. شو يقول القانون؟ يقول كيو تساوي زيتا في ام في دلتا تي. تمام. نشخص المجهول عندنا اللي هو الكيو. راح نطي لون، اللون مالته راح نسويه برتقالي. من هو المجهول؟ الكيو. واحدة صاير ورا اليساوي، نزل المعلومات اللي عندك بصورة عامة. ويساوي ايش قد منطيني الزيتا؟ ايش قد؟ 2.44. 2.44 في منطيني كتلة غرامية، اي منطيني اياها ايش قد؟ 30 34 في الدلتا تي اللي انا لقيتها 40 او العفو 54. تمام. صارت عندي هاي اللي عندي حاليا. المفروض شو اسوي؟ مجرد ما تضربهم وخلاص. شلون تضربهم؟ اخذ قاعدة رئيسية. كم مرتبة ورا الفاصلة؟ مرتبتين. اني هسه بالبداية راح شو اسوي؟ لا انطيني مجال، راح اضرب ذول الارقام اللي ما بيهم شنو؟ ما بيهم ابدا فواصل او ما بيهم كسور عشرية. خلينا نضربهم انا وياك. ونرجع بعدين على ام الفاصلة، لان ام الفاصلة كل الطلاب يضوجون منها. اول ما راح اجي هنا 4 5 في 4 3. يلا بالك وياي. 4 في 4 16. 4 في 25 بواحد 21. صفر وابلش. 3 في 4 12. 2 باليد واحد. 3 في 5 15 بواحد 16. اجمع. 6 بصفر 6. 1 باثنين 3. 2 بستة 8. والواحد ينزل. طلع عندي ناتج الضرب مال من؟ مال اول رقمين. ايش قد طلع عندي الناتج بالضبط؟ 1836. هذا نجيبه هنا. تمام. استاذ بقت عندنا ام الكسور العشريه في ايش قد عندي؟ 2.44. كم مرتبه عندك ورا الفاصله؟ بس مرتبتين. بالرقم الفوق ما عندي، وبالرقم الجوا عندي مرتبتين ورا الفاصله. ايش راح اسوي؟ افتح ايدي. وش اخلي بيها؟ كم مرتبه؟ مرتبتين. واضح. ايش راح اسوي للفاصله؟ الفاصله راح اقولها الله وياك كانما اني ما عندي فاصله، ونضرب هاي الارقام ضرب اعتيادي. راح يصير عليك صعبه بس ما يخالف. نجرب وحده. يلا بالك وياي. 4 في 6 24. 4 في 3 12 ب2 14. 4 في 8 ب8 16. 32 بواحد 33. ذني حتى ما اخطأ بيهن. يلا 4 في 1 4 ب3 7. اخذ الصفر الاول واعبر على المرتبه الثانيه. 4 في 6 هو راح يطلع لي نفس هذا الرقم. 4 في 6 24. 4 باليد 2. 4 في 3 12 ب2 14 باليد 1. 4 في 8 32 بواحد 33. 4 في 1 4 ب3 7. هسه اخذ صفرين واضرب 2 بهذا الرقم. يلا بالك وياي. 2 في 6 12. 2 باليد 1. 2 في 3 6 بواحد 7. 2 في 8 16. 2 في 1 2 بواحد 3. اجمع. 4 بصفر 4. 4 ب4 بصفر 8. 3 ب4 7 ب2 9. 3 ويا 4 7 ب2 9. 7 ب3 10 ب7 17. 7 بواحد 8. 8 ب6 14. 1 ب3 4. ايش قد طلع عندي الناتج؟ 4 4 7 9 8 4. كم مرتبة عندك ورا الفاصلة؟ 2. 1 2. أضيف الفاصلة. إذن هذا الرقم كله راح شو نقول؟ كيو تساوي. ننطي الرقم مالتنا 4 4 7 9 فاصلة 8 4. بيا وحدة هذا ما ندري بيا وحدة. الزيتا بمن منطيك إياها؟ بالجول. فايش راح يطلع لي؟ بالجول.
لو فرضا قال احسبها لي بالكيلو جول، كيو بالكيلو جول، شو تساوي؟ نزل نفس الرقم 4.7.9.84. ايش راح تسوي؟ هاي الفاصلة، شوف هاي الفاصلة اللي عندي تدنيها 3 مراتب، 1 2 3، خلصت تحولت من الجول للكيلو جول، كأنما قسمنا على شقد؟ على 1000، فطلعت عندي شنو؟ طلعت عندي بالكيلو جول. اللي هنا انتهى هذا السؤال. نجي إلى سؤال ثاني. يا الله، سخنت عينة من مادة مجهولة كتلتها يا الله، سخنت عينة من مادة مجهولة كتلتها، انطاني كتلة. أول ما أجي هنا أكتب الأم، هاي الأم مالتي، كتلتها ايش قد تساوي؟ 155 غرام. سخنت عينة من مادة مجهولة كتلتها، هاي الكتلة من، شنو معنات المن؟ درجة حرارة ابتدائية راح تجي وراها. إذا تي انيشيال تساوي 25 درجة سيليزية إلى 40، تي فاينل تساوي ايش قد؟ 40، مما أدى إلى امتصاص حرارة مقدارها 5700. إذا منطيني كيو تساوي 5700. أستاذ شلون هاي عرفتها؟ جول. أولاً قال مما أدى إلى امتصاص حرارة مقدارها، هي من هي الحرارة؟ الكيو اللي هي كمية الحرارة، والدليل انطاني اياها بوحدة الجول، والكيو أقيسها بالجول، فهاي الكيو. احسب الحرارة النوعية، زيتها حالياً مجهولة، احسب الحرارة النوعية، فزيتها ايش بيها؟ مجهولة. تمام. هذا السؤال شي يخص؟ هذا السؤال أنا أول ما بعت له قلت يخص الحرارة. ليش؟ بي زيتا وبي ام وبي دلتا تي وبي كيو، فشي يخص الحرارة. ايش راح أسوي؟ قبل كل حل لمسائل الحرارة احسب الدلتا تي. جاهزة عندك؟ قال لك تغيرت بمقدار؟ لا. هنا قال لي من إلى، إذا نروح نحسب الدلتا تي. الحل دلتا تي تساوي تي فاينل ناقص تي انيشيال، وتساوي التي فاينل مالت ايش قد؟ 40، التي انيشيال 25، وتساوي 15. نجي نطرحهن، 40 ناقص 25 بيها؟ لا والله، هاي 3 هاي 10، هاي 5، 3 ناقص 2 1، فش انطتني؟ انطت 15. تمام. ايش حسبت استاذ عباس هنا؟ أنا حسبت الدلتا تي، هاي الدلتا تي مالتي، ووراها راح شو نسوي؟ وراها راح نكتب القانون، ما عندي غير شغلة ثانية. كيو تساوي زيتا في ام في دلتا تي. من هو اللي مجهول عندي هنا؟ أنا بالله ركز لي، المجهول عندي زيتا. ليش؟ لأن هو قال لي احسب الحرارة النوعية، فهنا الزيتا هي اللي مجهولة. ايش راح أسوي؟ نعطيها اللون البرتقالي. يلا، قبل لا تبلش برياضياتك شو تسوي؟ رتب قانون الكيمياء، المضروب بالمجهول مقام، إذن زيتا تساوي، من هو المضروب بالمجهول؟ الام والدلتا تي، ينزلن جوا ام في دلتا تي، والفوق ايش راح يصير عندي؟ كيو، وتساوي الكيو ايش قد منطيني اياها هنا؟ منطيني الكيو 5700 على ايش قد؟ الام مالتي ايش قد منطيني اياها؟ 155 في الدلتا تي مالتي ايش قد؟ 15. اول ما تجي ترتب الحل مالتك، زيتا تساوي 5700 على، اخذ لي ذن الرقمين واضربهن، 155 في 15. اكثر شيء احبه هي الخمسه. هنا الضرب مالاتهم كلش بسيط. ليش؟ مضاعفات العدد 5. 5 في 5 25، 5 في 5 25، و2 27، 5 في 1 5. العفو، دقيقة واحدة نرجع. 5 في 5 25، 2 باليد. 5 في 5 25، ب2 27. ثانية واحدة، 7 وباليد 2. 5 في 1 5، ب2 7. أضيف الصفر الأول. 1 في 155 150،
و55. اجمع 5 بصفر 5، 7 ب2 12، العفو 7 ب5 12، 7 ب5 12، ب1 13، 1 ب1 2. ايش طلع للناتج؟ 2 3 2 5، 2 3 2 5. ايش بقى عندي؟ بقت عندي بس القسمة وتساوي. يلا خلي انا وياك هسه نبلش نقسم. وهنا القسمة نوعا ما راح تكون مزعجة، فاريدك هيك تركز وياي. وشلون نقدر نبسطها؟ الفوق ينزل جوا والجوا يطلع برا. 5 7 0 0 تقسيم 2 3 2 5، 2 3 2 5. اعيد لك اللي سويناه بقى استاذ عيد لي، ما ادري انا قاعد احس شرحه سريع. انت رتب لنا الامر. اجاك سؤال من هو المجهوله بي؟ الحراره النوعيه، ومعطيك كيو وام ودلتا تي. يا قانون نختاره كيو زيتا في ام في دلتا تي، هو هذا القانون اللي انا اعتمد عليه. الدلتا تي مالتك جاهزه؟ لا، صعدت فوق جهزتها. فهنا أنا صار عندي جهزت عندي الدلتا تي، هاي جهزتها. يا قانون استخدمنا؟ القانون اللي استخدمته هو هذا، كيو يساوي زيتا في ام في دلتا تي. رتبت القانون مالتي ونظمته وطلع عندي الزيتا يساوي كيو على ام في دلتا تي. عوضت الارقام مالتي، ضربت الارقام، وهسه منتظر على من؟ منتظرين فقط على القسمه. نجي انا وياك نقسم. تمام، عندنا اللون الابيض شغال. بالقسمه حاول تقرب. شلون؟ 5 كم 2000 ما بيها، 57 كم 2000 ما بيها، 570 كم 2000 هم ما بيها، 5700 5700 كم 2000 ما ندري. قرب، هاي 2300 قربها لل 2000 ونص. وعندك 5000 دينار كم 2000 ونص بيها؟ بيها 2 ونص ب2 ونص 5، فبيها ايش قد؟ بيها 2. اول ما اجرب الاثنين، 2 في 5 10، 2 في 2 4 ب1 5. تمام. 2 في 3 6، 2 في 2 4. بالك وياي، ما دام الرقم الجوا طلع اكبر، او العفو الرقم الجوا طلع اصغر من الرقم الفوق، فانت حلك 99.9% شنو؟ صح. اريد اتاكد بعد، انتبه هنا. اخذ هاي 2 3 2 5، 2 3 2 5، اجمعهم. 5 ب5 10، هاي 5 هاي 6 هاي 4. هذا الرقم نفس هذا الرقم. تمام. اذا بيها 2 طلع لي هذا. زين، اذا بيها 3 بالك وياي ايش قد راح نسوي هنا؟ نفس الشيء، 2 3 2 5، 5 ب5 ب5 15، 2 ب2 ب2 6 ب1 7، 3 9 هنا، وهنا ايش قد؟ 8 العفو 6. هذا الرقم 6000، هذا الرقم ايش قد؟ 5000. اذا هذا حولته هنا راح شو يصير؟ الجو اكبر من الفوق، حلك غلط. فاذا بيها ايش قد؟ بيها 2 لا محاله. تمام تمام. ضربت الارقام اطرح، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 5 ما بيها، هاي يصير 6. ثانيه وحده حتى توضح أو اوضحها لك. هاي راح يصير بيها 6، هاي ايش قد؟ 10. 10 ناقص 5 5، 6 ناقص 6 0، 5 ناقص 4 ايش قد؟ 1. 1050 كم 2300 ما بيها. ايش راح اسوي؟ اضيف فاصله واخذ الصفر هنا مجاني مقابل الفاصله. تمام تمام. صارت عندي 10500 كم 2300. هم نرجع نقرب. عوف ال 500 على صفحه 10000 ونص، عوف ال 500 على صفحه 10000 كم 2 ونص، كل 2 ب5، فبيها ايش قد؟ 4. اذا هنا بيها 4. 4 في 5 20، هاي 2 باليد. تمام. 4 في 2 8 ب2 10، 0 باليد 1. 4 في 3 12 ب1 13، 3 باليد 1. 4 في 2 8 ب1 9. الرقم الجوا اصغر من الرقم الفوق، حلي صحيح. 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 3 2، 10 ناقص 9 1. حلو حلو. 1200 1200 كم 2000 ما بيها. الصفر الاول مجاني. 12000 كم 2000. سؤال، هي ال 10000 استوى بيها 4، فال 12000 ايش قد بيها تقريبا؟ تقريبا بيها 5.
لان قريبه 10000 على 12 فرق 2000 فبيها ايش قد؟ بيها 5. 5 في 5 25. 5 في 2 10 ب2 12 باليد 1. 5 في 3 15 ب1 16. 5 في 2 10 ب1 11. حل صح. شلون استاذ تاكدت صح؟ لان فوق 12 وجوا ايش قد 11 فالرقم الجوا اصغر من الرقم الفوق. حلك صح. اطرح هاي ال 12 راح شو تصير؟ هاي 11 وهاي 9 هاي 9 هاي 10. 10 ناقص 5 5. 9 ناقص 2 7. 9 ناقص 6 3 و11 ناقص 11 صفر. ايش قد صارت عندي 300؟ ما حاجه انه اكمل. ايش طلعت عندي؟ 2.45 وتساوي 2.45. شنو وحدات الزيتا؟ ما اعرف. بالك وياي. انتبه لي هنا. العباس عليك تنتبه لي. الكيو شنو وحدتها؟ جول. الام شنو وحدتها؟ غرام. الدلتا تي شنو وحدتها؟ سيليزي. فراح شو تصير؟ جول على غرام في سيليزي. جول او خليني اوضح لك اياها. هاي جول على غرام في سيليزي. انتهى عندي الحل. واضح؟ يا رب ان شاء الله يكون واضح. نرجع للسؤال الاخير باذن الله. يلا بالكم ويانا ونريد بعد نبلش بقوه. 4.5 غرام من حبيبات الذهب. 4.5 غرام من حبيبات الذهب. تمام. ايش قد عندي؟ 4.5 غرام. شنو معنات الغرام؟ هاي ام. ام تساوي 4.5 غرام من حبيبات الذهب امتصت 276 جول. هاي من هي؟ هاي كيو تساوي 270 76. شنو الوحدة؟ جول. هذا السؤال ابو الحرارة الابتدائية. هذا اريدك تركز وياي تركيز مو طبيعي. كلش مهم. بفكرة. وهاي الفكرة اريدك تضبطها وياي تضبيط مو طبيعي. شنو الفكرة وشنو تفاصيلها؟ انتبه لي هنا. وقت ما نوصل اقول لك يلا بالك وياي. هسه ناخذ بس المعطيات. اخذت هاي. انا هسه اجيت غشيم مصلحة ما اعرف اي شيء. استاذ عباس قال لي جيب الوحدات بالبداية اللي منطيك اياها او جيب المعلومات اللي منطيك اياها ثبتها اختار قانونك وحل على اساسه. بالك وياي. 4.5 غرام من حبيبات الذهب امتصت 276 جول. اخذتها من الحرارة عند تسخينها. فإذا علمت أن الحرارة الابتدائية عاشت إيدك تي انيشيال تساوي ايش قد؟ 25 درجة سيليزية. حلو. احسب درجة الحرارة النهائية تي فاينل. ايش بيها حاليا؟ مجهولة. إذا علمت أو درجة الحرارة النهائية التي سخنت إليها إذا علمت أن الحرارة النوعية للذهب زيتها منطيني إياها. زيتها حاليا ايش قد منطيني إياها؟ 0.13 جول على غرام في سيليزي. حلو. الفكرة وين استاذ؟ قلت لنا انت هنا اكو فكرة. بالك وياي. هنا ايش منطيك؟ منطيك كيو ومنطيك ام ومنطيك زيتا ومنطيك تي انيشيال ومنطيك شنو؟ تي فاينل. واضح؟ واضح. او العفو مطلوب منك شنو؟ تي فاينل. انا من تكون عندي التي فاينل هي اللي مجهولة. شلون استاذ اتصرف؟ اكو بعض الاساتذه شي يسوي. انا شفتها بعده ملازم للامانه. من يكتب القانون بهالطريقه هاي يكتبها. شي يقول؟ يقول بما انه هو المجهول التي فاينل فالحل راح شي يكون كيو تساوي زيتا في ام في دلتا تي. صح استاذ؟ بالله الكريم صح. شي يسوي؟ يستعجل هنا. يقولوا هاي الدلتا تي راح تكون تي فاينل ناقص تي انيشيال وهنا مضروبه بالام ومضروبه بمن؟ بالزيتا وتساوي كيو ويعوض الارقام. هنا راح تصير عليك هوسه مو طبيعيه. ليش؟ لان ورا ما يلقى الناتج مال الضرب لازم شي يسوي؟ يوزع على الاثنين وترجع تقسم وتسويها هوسه. كلش تصير هوسه عليك. زين استاذ شنو حلك؟ انتبه لهنا. من ينطيك هيك سؤال وهاي لازم تخليها ببالك. من ينطيك سؤال بدلتا تي هي اللي مجهوله. العباس عليك لا تخطأ وتفتح الدلتا تي. شو تسوي؟ من ينطيك الدلتا تي هي اللي مجهوله انت بينك بين نفسك شو تقول؟ والعباس اني ما عندي الدلتا تي مجهوله او العفو ما عندي التي فاينل مجهوله. الدلتا تي هي اللي مجهوله. اعيد.
من ينطيك نهائية مجهولة أو ابتدائية مجهولة، من ينطيك درجة حرارة ابتدائية مجهولة أو درجة حرارة نهائية مجهولة. خاف استوى صار عندي لبس بالكلام، عين على الصبورة بالي وياك مدري شنو. أعيد لك الملاحظة، إذا كانت درجة الحرارة الابتدائية أو درجة الحرارة النهائية هي اللي مجهولة، افرض دلتا تي هي اللي مجهولة وقسم سؤالك قسمين. أول ما تلقى من المعلومات اللي منطيك إياها دلتا تي، بعدين أنا وياك ندخلها بحسابات ونلقى شنو؟ نلقى باقي السؤال أو باقي المجهول. شلون؟ انتبه هنا، أنت هسه أخذ مني معلومة، شو تقول هاي المعلومة؟ إذا الابتدائية مجهولة أو النهائية مجهولة افرض دلتا تي مجهولة. فمن أجي أحل هنا المفروض أنا عندي دلتا تي، لا أستاذ أنت سوى قلت لنا الدلتا تي هي اللي مجهولة. خلاص أول ما أجي أختار القانون، كيو يساوي زيتا في ام في دلتا تي. من هو المجهولة؟ درجة الحرارة النهائية يا معود، يا درجة حرارة نهائية. ها المجهول عندك هو دلتا تي، فهاي الدلتا تي هي اللي مجهولة. انت لا تلعب علي يا ابو الوزاري، الدلتا تي كلها مجهولة. يا بريد النهائية اي على عيني وعلى راسي، تريد النهائية تشلى عيوني، بس خلي بالبداية ايش القالك؟ القالك الدلتا تي. فلهذا السبب راح نسوي الحل مالنا شنو؟ راح نقسم الحل مالنا قسمين. انتبه هنا يا الله. هذا هنا راح ناخذه للحسابات الرياضية، وهنا راح نلقى الدلتا تي باذن الله. هسه من اللي مجهول عندي؟ اللي مجهول عندي هو الدلتا تي. شو نسوي استاذ؟ المضروب بالمجهول مقام دلتا تي. يلا دلتا تي تساوي المضروب بالمجهول مقام فوق راح تصير كيو وجوا زيتا في ام. تمام. وهذا القانون مالتي اللي انا راح اشتغل على اساسه. دلتا تي تساوي ايش قد منطيني الكيو؟ 276 تساوي 270 76. ايش قد منطيني الحرارة النوعية؟ 0.13 في ايش قد منطيني الكتلة؟ 4.5. 4.5. ايش راح نسوي؟ ذن الاثنين نضربهن ونجهزهن. دلتا تي تساوي فوق عندي 270 76، جوا ايش راح يصير عندي؟ هاي 76. جوا ايش راح يصير عندي؟ ذني اضربهن. شلون اضربهن؟ ابسط منها ماكو. نجي لهنا ايش عندي؟ 0.13 في هاي، خليني انزل لك اياها جوا. الفوق راح تصير 0.45 او 4.5 العفو في 0.13. صح ذني يعني الرقمين اللي اريد احسبهن. ذني خلي اوضح لك اياهن. هذا الجزء مفصول عن من؟ مفصول عن الجزء الفوق. ذن الرقمين اللي انا اريد شو اسوي؟ انا اريد ان القى الناتج مالتهن، هذا وهذا. فاخذتهن هنا راح شو اسوي؟ اضربهم. يلا خلينا نضربهم انا وياك. اول خطوه، كم مرتبه عندي ورا الفاصله؟ 2. كم مرتبه عندي ورا الفاصله؟ 1. فقص صاروا 2 بوحده 3. افتح ايدي ايش اخلي بيها؟ خلي بيها 3. شو نسوي هسه؟ نرفع الفواصل اللي عندنا. 0 على اليسار ينقري؟ لا. صارت عندي 13 في 45. يلا انا وياك خلينا نضربهم. 3 في 5 15. 3 في 4 12 بواحد 13. 0. 1 في 45 45. اجمع 5 بصفر 5، 3 ب5 8، 1 ب4 5. ايش قد طلع عندي الناتج الجوي؟ 5 او قبل لا الناتج ها دقيقة. كم مرتبة عندي ورا الفاصلة؟ 3. 1 2 3 اضيف 0. فايش قد طلع عندي الناتج؟ 0.585. لا تنسى هاي ال3 مراتب ترجعها، فلا تنساها. واضح؟ ايش بقت عندي؟ بقت عندي سالفة القسمة. القسمة يا صديقي هنا الرقم نوعا ما بتفاصيل. شلون استاذ بتفاصيل؟ انت هنا تقدر تفرضها انه هاي 10 أس سالب 3 لان 3 مراتب وترفعها فوق، او تريد تساوي المراتب وترفع الفواصل، او مثلا اكو شغله ثانيه تصير قريبه على فكرك. شلون؟ هاي افرضها 0.5 اللي هي نص. النص شلون ينكتب؟ النص ينكتب 1 على 2،
وهذا الخط الكبير، وفوق ايش قد عندي؟ 2 7 6. هذا اذا ارفعه شو يصير؟ يصير 2 على 1. 2 في 6 12، 2 في 7 14، ب1 15، 2 في 2 4، ب1 5. هاي اذا على نص يطلع 552 او اقل، يطلع لي الرقم اقل. بس هذا شيء تقريبي، اذا اريدت هيك اسويها. انا ما راح اعتمد هاي الطريقه، راح اعتمد الطريقه الثانيه. شو نسوي؟ كم مرتبه عندي ورا الفاصله؟ 3. اذا هاي في 10، عذرا، هاي في 10 وسالب 3، والفاصله ايش اسوي لها؟ ارفعها. صارت عندي بهذا الشكل. ال10 والسالب 3 من تصعد فوق ايش راح تصير؟ راح تصير 10 أس موجب 3. ما صارت. المهم هاي من راح ارفعها فوق؟ هاي كلها راح شو اسوي لها؟ ارفعها فوق. ليش؟ تمام. من رفعتها فوق كانت بالمقام، صعدتها بالبسط، صارت موجب 3. قسم لي ذول واضربهم في 10 أس موجب 3 اللي هو الألف. تمام. فاني هسه اول ما راح ابلش راح اقسم 2 7 6. تقسيم ايش قد؟ تقسيم 5 8 5. 200 كم 500 ما بيها؟ 0.. 2700 كم 500؟ نفس من الساعة. هاي 585 قريبة على 600. 2700 قول 27. ناخذ الستة، 6 ب6 12، ب12 24 تقريبا بيها. إذا سويناها 5 بعد 2000 لا تطلع تقريبا بيها 4. فأول ما نجي ناخذ الأربعة. 4 في 5 20، 4 في 8 16 32، ب2 34. 4 في 25 ب3 23. حلو. الرقم الفوق أصغر منين؟ العفو، الرقم الفوق أكبر من الرقم الجوا، فإحنا شغالين. تمام. نطرح ونشوف. 0 ناقص 0 0، 6 ناقص 4 2، 7 ناقص 3 4، 2 ناقص 2 0. 400 ما بيها أكثر من 4. ليش؟ شوف هاي ال 400 أصغر من ال 500. إذا حلنا صح. قاعد تفهمني؟ لو مثلا طلعت هاي هنا بيها هواي احتمال الفوق يصير بيها 5، فهسه حاليا ايش قد بيها؟ بيها 4. تمام. وحدتها الثاني. هذا الشغل مالتي صار عندي. نرجع طرحنا. هسه اقسم 420 كم 500 ما بيها؟ الصفر الاول مجاني. 4200 كم 585 ما ادري. هي ال 2700 ايش قد بيها؟ طلعت بيها 4. زين ال 4000 تقريبا ايش قد؟ بعد مضاعف. ال 4000 ويا ال 2000 مضاعف، يعني اذا ال 2000 بيها 4 فال 4000 بيها 8، اذا بيها 8 بيها 7، فراح اني اجرب السبعه. 7 في 5 35. 7 في 8 ما نعرف نحسبها. شلون نحسبها؟ احسب لي 8 سبعات باوع. 7 7 7 7. ايش قد ذني؟ ذني 4 سبعات. ذن الاثنين 14 ب 14 28. تمام. 28 في 2، 2 في 8 16، 2 في 2 4 ب1 5. تمام. اذا ايش قد بيها؟ عذرا يا الله. 7 في 8 تقريبا ايش قد؟ 56. ما عندنا باقي. 7 في 5 35. 7 في 8 56. 57 58 59. اريد كلش اصير وياك هيك مال ابتدائيه. 59. 7 في 5 35. 35 ب5 40. حل صح. شلون يا الله، شلون استاذ حل صح؟ الرقم الجوا ايش بيه اصغر من الرقم الفوق. اطرح. 0 ناقص 5 ما بيها. الداين من الصفر اللي بصفها لا. هاي راح تصير 1، هاي 9، هاي 10. 10 ناقص 5 5. 9 ناقص 9 0. 1 ناقص 0 1، وهذا 0. بيها؟ لا والله ما بيها. ايش راح اسوي؟ الصفر الاول مجاني. 10000 كم؟ اي 105 ما بيها. 10000 كم 500. 500 وش قد؟ 500 والعفو هذا 1050. شنو السالفه؟ بالكم وياي.
1050 كم 500؟ ما نعرف. الألف بي كم 500؟ بي 500 2. تمام؟ فلو 2 لو 1. راح أنا أجرب الاثنين وهو راح يطلع 1. 2 في 5. وليش راح يطلع 1؟ هسه راح نشوف. 2 في 5 10. 2 في 8 16 ب1 17. 2 في 5 10 ب1 11. إذا بيها ايش قد؟ بيها هنا 1 لأن صارت الجو ايش قد؟ 11 والفوق ايش قد؟ 10 فأكبر. إذا بيها ايش قد؟ بيها هنا 1. أتمنى أن تكون واضحة. 1 في 585 هي بالضبط 580 85. اللي هنا أنا أقدر أتوقف ايش قد؟ 470 71 وتطلع بعد وياها كسور. يعني هسه أنا إذا أريد أطرح منه 0 ناقص 5 ما بيها هاي راح تصير 4. 10 ناقص 5 5. 4 ناقص 8 ما بيها هاي راح تصير 9 وهاي 14. 14 ناقص 8 بيها 6 و9 ناقص 5 بيها 4. 400 ما بيها راح ناخذ 0 مجاني. 4600 راح يطلع لي بعد وياها أشياء. تمام. أنا راح أكتفي بهذا المقدار. إيش قد طلعت هسه عندي ناتج القسمة؟ 471 0.471. إذن هذا الناتج مالتهم كله شي يساوي لي؟ 0.471. ولا تنسى هنا شو مسوي؟ مصعد موجب 3 في 1000 دلتا تي. انتم معذرونا بهذا السؤال برياضيات كلش مزعجة، فاريد بالكم وياي. هسه هنا راح اصفي دلتا تي. شو تساوي لي؟ تساوي لي 0 بوينت. هذا بعد الخط ما نحتاجه حتى ناخذ راحتنا. راح اعيد لك الفكره كلها لان هسه ادري بالرياضيات شويه تعبتك وهم تعبتني للامانه. صار عندي 0.471 في 1000. استاذ هذا الالف مال من؟ مال العشرة والسالب 3 اللي صعدناها وصارت موجب 3 اللي هي ايش قد؟ اللي هي 1000. 3 مراتب تلغي لي 3 اصفار. دلتا تي تساوي 471 سيليزي. اعيد. شنو اللي سويته؟ راح اعيد لك بس اصفي فكرك، بس اصفي معلوماتك. رياضيات تعبتك؟ اي بالك وياي. اجاني السؤال، شو يقول السؤال؟ 4.5 غرام، هاي شنو؟ كتله غراميه من حبيبات الذهب امتصت 276 جول، هاي كيو. من الحراره عند تسخينها، فاذا علمت ان الحراره الابتدائيه 25 احسب درجه الحراره النهائيه. انا ايش قلت له؟ قلت له يا الدلتا تي كلها هي مجهوله. اذا علمت ان الحراره النوعيه 0.13. هاي الزياده مالتي. ايش سوينا انا وياك؟ اتفقنا اتفاق، اذا قال لي حراره ابتدائيه او نهائيه مجهوله افرض الدلتا تي مجهوله. خليت الدلتا تي مجهوله. ايش سويت بعدين؟ خليت الدلتا تي هي اللي مجهوله وقلت المضروب بالمجهول مقام ورتبت قانوني. تمام بحيث الكيو صعدت فوق وشكو شيء مضروب بالدلتا تي نزل جوا. عوضت الارقام لقيت النتائج. حلو. ايش حسبت استاذ؟ حسبت الدلتا تي. هو ايش قال لك بالسؤال قبل شويه؟ قال لي احسب درجه الحراره النهائيه. انا ايش قلت له؟ قلت له يا معود عوفني هسه، انا طالب سادس وهوسه براسي، حسبت لك الدلتا تي. قال زين وش وقت تحسب لي درجه الحراره النهائيه؟ قلت له هسه انت حقك علي. شلون؟ لقينا الدلتا تي. واضح ان شاء الله. ورا ما لقينا الدلتا تي كانما انا خلص سؤالي لحد الدلتا تي. هسه صارت عندك بسيطه. شلون؟ اعيد لك الفكره. دلتا تي حسبتها من قانون الصمت، طلعت عند الدلتا تي، بس هو ما سائل على الدلتا تي، على من سائل؟ على التي فاينل. احسب درجه الحراره النهائيه. انا وياك هسه راح ايش اقول له هنا؟ دلتا تي تساوي تي فاينل ناقص تي انيشيال، وتساوي التي فاينل ايش قد لقيتها؟ 4 او العفو تي فاينل هي اللي مجهوله، تساوي تي فاينل الدلتا تي ايش قد؟ 471 ناقص التي انيشيال ايش قد؟ 25. هذا المقدار انتبه لهنا، هذا المقدار هنا نبيه من؟ بالسالب. اعيد اللي سويته. ما ادري، انا ما مقتنع انه وصلتك الفكره كامله. احسب درجه الحراره النهائيه، لا والله احسب لك الدلتا تي. حسبت لي الدلتا تي هو يباوع علي. ايش قاعد تسوي؟ قلت له قاعد احسب الدلتا تي. لقيت لك الدلتا تي. قال يلا هسه شو تسوي؟ قل له سهله. دلتا تي فاينل ناقص تي انيشال. تمام. وراها ايش راح اسوي؟ عوض الارقام. 471 جبتها هنا،
التي فاينل هي اللي مجهوله، والتي انيشال ايش قد؟ 25. صارت هنا عندي بالسالب، وين راح احولها؟ ورا اليساوي حتى ايش تطلع لي بالموجب؟ 4 7 1 زائد 2 5. شو يساوي لي؟ تي فاينل. تي فاينل تساوي اجمع 5 ب1 6، 2 ب7 9، 4 تنزل. سي ليزي. هاي درجة الحرارة النهائية. عرفت ايش سويت؟ لا. سؤال احسب درجة الحرارة النهائية. عمي روح احسب دلتا تي. طبقت القانون كأنما قاعد اشتغل، الدلتا تي مجهولة، لقيت الدلتا تي مالتي يا قانون استخدمته قانون الصمت، المضروب بالمجهول نزل مقام، والدلتا تي عندي، رتبت اموري. تمام تمام. حسبت الدلتا تي، طلعت عندي الدلتا تي ايش قد هنا؟ هاي الدلتا تي مالتي. دلتا تي مالتي بالضبط 471. عوضتها بالقانون 471 يساوي تي فاينل هي اللي مجهوله، تي انيشال منطيني اياها 25. حولت ال 25 ورا اليساوي صارت بالموجب، جمعت طلعت عندي التي فاينل. واضح؟ واضح. يا الله. ختاما انتهت عندي كل اسئله الحراره. يا رب ان شاء الله استفاديتوا. واذا عندك اي معلومه، دورتنا مستمره ان شاء الله، والتليجرام عندكم مفتوح باذن الله، راسلني وما يكون خاطرك الا طيب. هذا راح نلتقي وياكم ان شاء الله في محاضره جديده. ذاك الوقت راح نقول لكم في امان الله.